عثرت مصالح الأمن الإسباني بميناء الخزيرات مساء أمس السبت داخل الصندوق الخلفي لسيارة قادمة من المغرب على جثة شابة في عقدها الثاني توفيت نتيجة تعرضها للاختناق داخل السيارة أثناء محاولة شقيقها العبور بها إلى الأراضي الإسبانية بطريقة غير شرعية. وكشفت مصادر مقربة أن الضحية حاولت العبور إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية، وقرر شقيقها نقلها في الصندوق الخلفي لسيارته الشخصية. لكن بمجرد وصول ميناء الخزيرات الإسباني قامت عناصر الحرس الوطني الإسباني بتفتيش السيارة ليتم العثور على الشابة جثة هامدة، وتنحدر الضحية من حي تيديرين بمدينة تنغير وفق مصادر من السلطات المحلية، التي أكدت أن سفارة المملكة المغربية بإسبانيا تدخلت على الخط للقيام بالإجراءات القانونية لتسليم الجثة وإعادتها إلى المغرب قصد تسليمها إلى العائلة ودفنها بمدينة تنغير. وفي الوقت الذي قامت فيه مصالح الأمن الإسباني باعتقال شقيق الضحية على خلفية نقل شقيقته إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية ومتابعته بتهمة القتل غير العمد، باشرت المصالح الأمنية المغربية تحقيقاتها لمعرفة الطريقة التي مرت بها السيارة التي تقل الضحية من المغرب دون اكتشافها وفق مصادر أمنية مغربية مطلعة.